تردى عبد الفتاح السيسي في علاقته بمعارضيه إلى أسفل سافلين، فعوضا عن خوض المعركة مع خصومه بشرف وعقلانية، رحل النظام الحالي معركته إلى عائلات المعارضين وليس شخوص المعارضين فحسب. اليوم ظهر للنور قرار مذيل بتوقيع عبد الفتاح السيسي يفيد بإقالة نجلة هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات والموقوف على ذمة قضايا رآها مراقبون سياسية أقالها من منصبها في النيابة الإدارية. صدر السبب في إقالة نجلة جنينة إساءتها إلى وزير العدل السابق أحمد الزند، إلا أن هناك تفاصيل خفية لها علاقة باغتيال جنينة معنويا والإساءة إلى أسرته والتضييق عليهم في وظائفهم، وهي بطبيعة الحال الأسباب الحقيقية للإقالة. إقالة شروق هشام جنينة ليست بطبيعة الحال أولى ملامح التصعيد الذي يقوم به العسكر ضد معارضيه، إنما بدأ هذا التعرض لعائلات ونساء وفتيات المعارضين منذ ثورة يناير، مرورا بالانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وانتهاء بفض رابعة واقتحام الجامعات. تمادت السلطة الحالية في تعضيد ذراعها الأمني والذي طال كل صنوف المعارضين من إسلاميين ويساريين وليبراليين وحتى أبناء دولاب الحكومة من موظفيها القدامى. ولسان حال عبد الفتاح السيسي لخصومه: لا مكان لكم في دولة القمعية الجديدة.